أهلا وسهلا بكم في قناة الجزائر نيوز. بلاغ بخصوص الامتحانات المدرسية الوطنية بعنوان سنة 2025. جاء فيه تعليم وزارة التربية الوطنية كافة التلاميذ المتمدرسين في مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة وأوليائهم، وكذا المترشحين الأحرار، أن فترة التسجيلات الامتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2025 انطلقت يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 على الساعة 8 صباحا، وتمتد إلى غاية يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 منتصف الليل. وتتم العملية بملء استمارة التسجيل الإلكتروني المتاحة في النظام المعلوماتي للوزارة المعنية، وعبر موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات دون تقديم أي ملف ورقي. ويتم ذلك على النحو الآتي: بالنسبة للمترشحين المتمدرسين، تجرى العملية في المؤسسات التعليمية عبر الأرضية الرقمية للنظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، حيث يتكفل مديرو المؤسسات التعليمية بتسجيل التلاميذ المعنيين بهذين الامتحانين. بالنسبة للمترشحين الأحرار، تتم عملية التسجيل بملء الاستمارة الإلكترونية المتاحة عبر موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات التاليين: امتحان شهادة التعليم المتوسط عبر موقع https://bm.onac.dz. امتحان شهادة البكالوريا عبر موقع https://bac.onac.dz. تنبيه: تنشأ حسابات شخصية لكل مترشح تستعمل في دفع حقوق التسجيل، مراجعة البيانات، سحب الاستدعاءات والاطلاع على النتائج كالآتي. بالنسبة للمترشحين المتمدرسين، يقوم النظام المعلوماتي بإنشاء حساب خاص، اسم المستخدم وكلمة المرور لكل تلميذ، ويمكن للولي الحصول على معلومات هذا الحساب عبر فضاء الأولياء على موقع https://awliya.education.dz أو عن طريق إدارة المؤسسة التعليمية. يتكفل المترشح الحر بإنشاء حساب خاص به عبر موقعي الديوان حسب الحالة، اسم المستخدم وكلمة المرور. الدفع الإلكتروني لحقوق التسجيل: يتم دفع حقوق التسجيل عن طريق خدمة الدفع الإلكتروني دون سواها باستعمال البطاقة الذهبية لبريد الجزائر، وباستخدام حساب المترشح المنوه به أعلاه، اسم المستخدم وكلمة المرور، بالولوج إلى المواقع الآتية. بالنسبة للمترشحين المتمدرسين، عن طريق الرابط https://epay.education.dz. بالنسبة للمترشحين الأحرار، عبر موقعي الديوان الوطني للامتحان والمسابقات https://bm.onac.dz أو https://bac.onac.dz حسب الحالة. وشكرا.